اليوم التوبيك اللي حأحكي عنه هو ليش أنت إذا بدك تضلك تتكلي على أنه تحصلي على معلومات يمين وشمال وفيديوز قصار يمين وشمال، ما رح تكوني حقيقة عم تقدري تبني مدخول إضافي لإلك، إنما رح تكوني بكل بساطة محلك ما بتقدري تطوري ثقافتك المالية ولا أنه تبني مدخول إضافي جديا. فهلو جميعا، الترك كارلوس زياد، هلو ويلكم. رح بلش باللايف. فإذا اليوم السيدات كلنا بيطلعنا ادز على السوشيال ميديا، إن كان انستغرام، فيسبوك، تيك توك، بيطلعنا فيديوز عن الكريبتو، بيطلعنا فيديوز عن الفوركس، عن الستوكس. اوكي، بتصيري انت تسألي حالك يا عمي شو هو هيدا العالم؟ كيف ببلشوا؟ شو لازم اعمل؟ هل يا ترى انا تأخرت تبلش فيه؟ هل يا ترى انا رح انجح فيه عن جد؟ هل يا ترى الناس بس تفوت فيه بيخسروا كل مصرياتهم؟ قد ما في معتقدات خاطئة بتصير حوالينا. هل يا ترى هيدا العالم خطير علي انا كمرة؟ وقد ما بتكتر الأسئلة وبيبلش التفكير الزايد أو الأوفر ثينكينج، ببلشوا يفوتوا الشكوك، توصلي لمحلك جامدة، ما بتاخدي قرار، بتضلك محلك. مع انه هدول اللي عم بيجوا عندك على السوشيال ميديا هيك عم بيصيروا فضولك، you are curious about them، يعني في شيء عم بعيط لك هونيك. خلينا نكون كلنا متفقين انه الخوف هو دليل انه اذا انت بتتخطيه رح تصيري شخص افضل، حيكون في شيء حلو لإلك بهديك الميلة. بس على عجقة هيدول الافكار والادز تجمدي محلك فريز مود، وبيقطعوا الاشهر والمواسم والسنة وبعدنا محلنا. ترجع بتقولي لا هيك تفوت شوف الفيديوز على اليوتيوب، بتبلشي تفوتي تحضري اول فيديو على اليوتيوب، ولانه ما عندك بعد الثقافه الماليه، وهذا امر طبيعي، ما عطوك اياها بالمدرسه ولا بالجامعه، اصلا ما كان حدا بده يعطيك اياها، بس انت فتي على اليوتيوب تتشوفيها، ولانه ما عندك اياها اول فيديو يوتيوب بيكون لإلك واو. يمكن هو المعلومات اللي عم بيعطيها الشخص بسيطه، فاول فيديو يوتيوب، الثاني والثالث، وعلى اساس انت ملتزمه هول عم تشوفي بس معلومات جنرال، مش شي تاني. اوكي، يجي نهار ديستراكشن، دعوة، عزيمة، ظهرة، اوكي، وتالت نهار ورابع نهار وتاني الجمعة وبتروح، ونرجع واقفين محلنا. بعدين شغلة تانية، إذا أنت حابة إنك تتعلمي من خلال اليوتيوب هالفيديوز اللي هن فور فري، هي ترى إذا تعرفتي على حكيم أو حكيمة، أوكي، وبدك إنك تروحي تتطببي عندها مثلا، تعرف إنه هي ما تخرجت حكيمة من الجامعة، إنما هي حضرت فيديوز على اليوتيوب تتصير تطبق هيدي المصلحة. بتضلك توثقي فيها وتسلميها جسمك أو تسلميها أولادك؟ أكيد لا، لأنه بدك تكوني مع شخص محترف عنده خبرة، عندها خبرة، إنسانة شغلة على حالها، عندها اسمها، عندها خبرتها، عندها شهاداتها، تعلمتها، طبقتها، مش حضرت يوتيوب. فليش بدك تتعلمي عن المصاري باليوتيوب؟ It's not gonna work. ثالث شغلة اللي هي بتحصل كمان انه العالم تتحمس وبتجيب كتب تقرا كتب trading in the zone, building your money, psychology of money، هن مش غلط، بس الكتاب ما رح يعطيك التطبيق. اوكي، اليوم تشتغلي بالمصاري بدك تطبقي، ونحن اول شيء بنطبق على حساب وهمي، ما تخافي ما في مصاري حقيقية، بس بيكون في جو جدي من التطبيق اليومي. اوكي، اليوم الكتاب عم بيغير لك فكرك تتبلشي تتفتحي على possibilities، بس بعد ما بلشتي تبني بعدك بالافكار، بعدك بالمعلومات، بعد المصاري ما لقيت الطريقة بعد لإلك. مصاري موجودة، بحب طمنك، والمصاري اللي لإلك موجودة، بس بدك تلاقي لها طريق تتجي لعندك. اوكي، فالكتب حلوين، انا بقرا كتب بشجع كتير، وبكره رح اعمل شيء عن الكتب كمان لانه قاري كذا كتاب ونمولي طريقه تفكيري. انما اليوم تاعمل مصرياتي لا، انا عم بعمل شيء تاني، رح خبرك شو هو بعدين، وفي مفاجاه بالاخر. اوكي، خليكي معي. هلا رابع شغله يلي انا بختبرها كتير مع الليديز، اوكي، ليديز اند جنتس، يعني رجال ونساء بيجوا اليان شو بتعطينا نصيحه
بأي سهم نستثمر؟ شو بدنا نعمل هلأ بالذهب؟ نشتري؟ منبيع؟ خبرينا. بدي طمن لك بالك، النصيحة ما رح تبني لك مدخول إضافي، ما رح تعطيك سوليوشن وتغير لك حياتك، ما حتخليك تبني طريقك أو تبني طريق للمصاري تجي لعندك. النصيحة شغلتها بس تلفت لك نظرك على موضوع بهمك، تتأكدي إذا أنت ماشي بالطريق صحيح أو إذا أنت نظرتك لا بدها تزبط. أوكي؟ والنصيحة من هون، نصيحة من هون، نصيحة من هون، تضارب النصائح. تضارب النصائح توصلي ما عملنا شيء كمان بعد ما أخذنا أكشن. إذا أنت اليوم بدك تاخدي نصيحة رح تكوني عرضة لخطط مركبة رح تأذيك. شو يعني؟ يعني أنت بدك نصيحة، بيجي حدا بيقلك كتير منيح أعطيني مصرياتك، ببلش أنت بمبلغ 500 أو $1000، أوكي؟ وبتقولي بقلك أنا رح أعطيك بالشهر مردود، وانتبهي للشي اللي عبقلك إياه، أنا رح أعطيك بهيدا الشهر مردود معين. ما حدا بيقدر يتوقع بالشهر قديه بيعطيك مردود من الاستثمار بالأسواق المالية. هيدا الشيء منه أبدا صحيح، ولا حتى بيقدر يعطيك ترانش يعني انترفال، ولا بقدر أعطيك بين 5% و6% أو بين 10% و12%. هيدا الشيء أبدا منه صحيح. وإذا أنت عطيتيه مصرياتك 500 ألف اللي هو المبلغ، وشهر عن شهر عطاك أرباح، أوكي، هو بس تيكون عم يربح ثقتك. فأنت كمان تكون عم تجيبي غير أشخاص، بيكون هو عم يعطيك المصاري من مصاري هو مجمعها من غير أشخاص كمان، لأنه ما في شيء بالأسواق المالية سيرتن. دايما الأسواق المالية فيها uncertainty، في طريقة الواحد يشتغل فيها ويطلع مصاري منها. فبعد 6-7 أشهر ربح ثقتك، زدت مصاري أكتر على الرسمال الأساسي، تجي أنت هون بقلك حطيون على هيدا الابليكيشن، تلحقيه أو تلحقيها وتحطيون على هيدا الابليكيشن. وشو بيصير بعدين؟ بياخدون وبيفل، بياخدوهم للمصاري وبيفلوا. فبليز ما توقعوا ضحية لهالسكام للي مركبين اللي مخطط لإله، أوكي؟ لأنه دايما على السوشيال ميديا عم بيجوا نساء بيحكوني مهتمين بالفرصة اللي نحن عم نقدمها، مهتمين بالopportunity، بالخدمة، بالعلم، بالتطبيق اللي نحن عم نطبقه، بيجوا بيخبروني إليان دفعنا وراحوا، حطينا وراحوا. نحن بكل بساطة منزعل لأنه مش هيك بتصير الأمور. وتذكري كتير منيح، إذا أنت بدك تشتغلي على جسمك، بدك تحسني جسمك، ما فيك تروحي على هيدا الجيم تاخدي ساعة ببلاش هون، ترجعي تروحي على الجيم تاني تاخدي ساعة ببلاش هون، ترجعي الجيم تالت تاخدي ساعة ببلاش هونين. It doesn't work like that. رح تزهقي بعدين رح ما في جدية، ما في التزام، ما في commitment، ما حبقى تروحي. اوكي؟ سو اليوم ما تتكلي على السامبلز اللي هن هيك تجارب صغيرة، ولا على المعلومات اللي هي منا ضمن سيستم منسق، ولا على نصايح من عالم يمكن بيبينوا لك انهم بيفهموا، عرفتي؟ بس يمكن ما خصهم، يمكن بس ما بدهم يبينوا ما بيفهموا، عرفتي؟ يعني ما توقعي ضحية لأفكار رايحة وأفكار جاية. اوكي؟ تذكري شغلة كتير مهمة، المصاري بتحب 4 أشياء رح سميلك إياهم هلأ، أوكي؟ سو خدي نوت فيهم. وشغلة تانية بدك تعرفيها كمان، إنه المصاري بدك تعامليها بشكل منيح. رح أعطي مثل جدا بسيط وسريع. بدك تعتبري إنه أنت عندك بو زريعة، أوكي؟ بو فيه تربة، وهيدي التربة أو السويل هي تربة معينة، فأنت هيدي التربة بدك تزرعي فيها السيد أو البذرة، بدك تغمقيها لهيدي السيد، مش تزرعيها هيك تزتيها هيك إنه يلا سيد وبتطلع هيك بتجي على السطح، بدك تغرزيها تغمقيها، ترجعي بعدين كل يوم بدك تزرعيها شوي شوي. مش يعني بدك تحطي لها طون مي، جالونات مي، وتضلك هيك قاعده فوق راسها لهالسيد يلا بقى اعملي بلانت تحوسي عليها، لا، بدك توثقي وتتركي تسرندر انه رح تطلع هيدي الزريعه، رح تصير شجره. وهيدي نحن قوتنا كنساء، عنا الباور اوف سرندر، وي سرندر. اوكي؟ هون انت تزرعيها يوميا وتبلش تطلع هيدي النبته، والنبته بتاعتي شجره، والشجره بتاعتي الفواكه تبعها. فنفس الشيء المصاري، أول شيء بدك سيستم، نظام. المصاري غرامة سيستم، يعني بدك أرضية صالحة،
واللي بدي يعمله هيدا السيستم هو شخص خبير عنده خبرة. بحالتنا نحن عنده خبرة بالأسواق المالية، يعني مركب السيستم، هو قاطع بالمشوار الأبس أند داونز، مركب سيستم ناجح. تاني شي بيعمل مصرياته من هيدا السيستم. ثالث شي ساعد أشخاص يتعلموا هيدا السيستم، وفي سكسس ستوريز. هول الثلاثة تشيك ليست تشيك موجودين، سيستم ناجح. تاني شي بده يكون عندك المحيط المناسب. اوكي زرعنا هيدي البلانت بس بدنا نحميها، ما بدنا نخلي لا بارازيت ولا فيروس ولا حشرات يقربوا تما يقتلوها لانه بعدها طريه. بدك المحيط المناسب، بدك تحميه لهيدا الحلم، تخلقي مدخول اضافي لمدى الحياه. ويمكن هيدي البول زريعه بعدين تصير في كذا بو، تصير عندك جنينه، بدك تطلعي لبعيد. اوكي بدك المحيط اللي يدعمك، وان انت اليوم عندك محيط من نساء قاطعين بهيدا المشوار، رح يشجعوك ورح يدعموك ورح يفرجوك كل الاحتمالات. ونحن بنعمل كتير نشاطات اونلاين واوفلاين تندعم المرة بهذا المشوار. اللي حابة خبرك انه في كتير سكسس ستوريز من نساء معنا فول تايم امبلويي، سيلف امبلويد، وامات كمان، تحديدا امات. اوكي. وثالث شيء المصاري كتير بتحب الخطة المالية، ما بتحب الادفنتشرز، ما بتحب التجارب، ما بتحب الترايلز، بتحب خطة ثابتة مستديمة، consistency. كيف انت عم تسقي كل يوم الزريعة شوي شوي، بدك كل يوم تفوتي على الأسواق المالية بين النص ساعة لساعة بالكثير كل نهار، هالقد مش كتير وقت، مش نلزق على الشاشة، ما نحط راسنا فوق هالزريعة بطل تطلع. اوكي منحوس. هيدي كمان بتاخديها معنا. ورابع شيء البيشنس، كمان البيشنس. وبس اقول انا باي ذا واي، بس اقول خطه ماليه ضمنها بيجي اداره مخاطر كمان. اوكي. ف ما طول عليكم، المفاجاه اللي عندي اياها انه نحن ب 21st of جون، السبت 21 جون من الساعه 2:30 للساعه 4:30 توقيت بيروت، عنا ويبينار بالثقافة المالية والاستثمارية مع ماي منتور عبد الله حرفوش ولما الأوبا اللي هي شركتي بالفاونديشن تبع الألفا وومن. اوكي كتير حلو حيكون هذا الويبينار، حينعمل بقبرص ليماسول بس حيكون برودكاستد اونلاين. فاذا بدك تكوني معنا تتبلشي طريقك بشكل صحيح، ثقافة مالية كتير مهم انك تحصلي عليها لو شو ما كان وضعك، لو بأي مكان انت. اوكي ضروري تحصلي عليها لحتى يكون عندك الوعي والسنس اوف كريتيسايزنج، تعرفي الصح من الغلط. اوكي ضروري تكوني بهيدا الويبينار اللي انا شخصيا ما بقى فيه. الانترنس هي بس $12، فابعتي لي دي ام education تابعت لك التفاصيل تكوني معنا، وهديه مني لإليك سكسس ستوريز لنساء معنا. اوكي it's only for $12. $12. أليكس هلو، تينا هلو، إسراء هلو، مزبوط تينا learn and practice in the same time best way to go forward. أنتوني هلو، باميلا. فبشوفكن next week بلايف تاني توبيك جديد،